زي ما بنطلع وبنشيد بكابتن محمد رمضان في أمور عدة بتخص اللعيبة داخل جدران النادي الأهلي، لازم في أمور معينة نطلع ننتقده فيها. إيه الحكاية؟ هقول لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، وأهلا بيكم وحلقة جديدة والكورة مع ديشا. في البداية لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو الفيديو عجبك عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات. قبل ما نبدأ الحلقة استفتاء بسيط خالص جدا. ماتش اورلاندو اللي جاي تحب محمد الشناوي اللي يقف ولا مصطفى شوبير؟ هستنى رأيكم في التعليقات ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. إمام عاشور تواجد النهارده في مران النادي الأهلي، وتم الصلح بينه وبين كابتن محمد رمضان وكابتن محمد الشناوي وجميع أعضاء الجهاز الفني واللعيبة، وعلى رأسهم أيضا أحمد نبيل كوكا، لأن إمام عاشور كان صدر منه تجاه أحمد نبيل كوكا دفع ادى الى زعل احمد نبيل كوكا بعض الشيء يعني. ولكن النهارده امام عاشور بينتظم في التدريبات على امل كبير جدا بنسبه 99% ان احنا نشوفه في قائمه الفريق المتجهه الى جنوب افريقيا علشان مباراه اورلاندو بايرتس اللي هتقام في جنوب افريقيا الساعه 3 عصرا، الوقت اللي مش محبب لدى لعيبه النادي الاهلي ولدى جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني. ولكن في حاجة هنا ممكن نستفاد بيها يعني في الموضوع، إن إمام عاشور بعد لما اتطبق عليه العقوبة اللي هي أسبوع مران فردي بعيدا عن الفرقة كلها وغرامة مليون جنيه تقريبا كده، والله أعلم هيكتفوا بالمليون جنيه بس وقرصة الودن الثلاث أربع أيام اللي فاتوا، وهينضم إمام عاشور للتدريبات الجماعية علشان حظوظه تكتر في اللحاق بالبعثة اللي هتتجه إلى جنوب أفريقيا برئاسة كابتن حسام غالي. فبالتوفيق لإمام عاشور وبالتوفيق للنادي الأهلي وبالتوفيق لكل الفريق. مفاجأة سارة برضو جمهور النادي الأهلي إن أشرف داري رجع النهاردة التدريبات الجماعية. أشرف داري النهاردة كان موجود في التدريب اللي كان موجود النهاردة، شارك مع الفريق في التدريبات الجماعية، وإن شاء الله يكون موجود في بعثة جنوب أفريقيا وفي البعثة بتاعة قطر لنصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال، وباذن الله ما ترجعش الاصابه تاني ويكون تم شفائه على خير. بس الغريب هنا ان وسام ابو علي لسه ما نزلش التدريبات. وسام ابو علي عليه علامات استفهام كبير، الاصابه بتاعته كبيره، الاصابه خطيره. طب احنا شفناه امبارح بيجري حوالين الملعب، طب ايه عدم رجوعه لحد الان؟ ليه؟ التدريبات الجماعيه ده اللي احنا هنعرفه في الايام المقبله، ولكن من وجهه نظري يعني بشوف ان الراجل بيفضل راحه وسام ابو علي حتى السفر. يعني ممكن ينزل تمرينه او اتنين قبل الماتش وخلاص، بس باذن الله يكون موجود في البعثه المتجهه لجنوب افريقيا. جدل كبير على هدف رامي ربيعه امبارح في مباراه الاهلي والبنك الاهلي اللي احدث ضجه كبيره جدا، ويطلع خبراء تحكيم كتير جدا يقولوا ان الكوره هدف صحيح، لان الكوره بدات من لعبه جديده ما شاركش فيها اصلا رامي ربيعه. يعني لمسه اليد بتاعت رامي ربيعه ما اثرتش على اللعبه الجديده، خلاص هي كانت في لعبه وانتهت، ومدافع البنك الاهلي خد الكوره وطلع بيها، وبعد كده الكوره اتلعبت لرضا سليم، ورضا سليم عمال ملف وعمل، يعني عدى من الوقت ما يكفي لان هي تكون بدايه هجمه جديده. اللهم الا كابتن جمال الشريف مع استاذ خالد الغندور او كابتن خالد الغندور هو اللي قال ان الكوره ما فيهاش هدف، ان الكوره القرار بالغاء الهدف قرار صحيح، ان الكوره فيها لمسه يد صحيحه. ولكن باقي الحكام بما فيهم الخبير الاجنبي مع كابتن ابراهيم فايق قال ان الكوره هجمه جديده وبالتالي صحه الهدف. موضوع بقى اهم موضوع عندنا النهارده وهو موضوع كابتن محمد رمضان. انت دلوقتي بنشيد بيك لما بتعمل عقوبات على اللعيبه المخطئه، بنشيد بيك على القرارات الصارمه اللي بتاخدها، بنشيد بيك على الشده والحزم اللي انت واخده جوه اوضه اللبس مع اللعيبه. ده كله امر مفروغ منه، ده كله جمهور الاهلي كله بيصدق فيه. ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن خالد بيبو لما كان بيبقى فيه امور تحكيميه او لغط تحكيمي ضر بالنادي الاهلي كانوا بيطلعوا يتكلموا، بيطلعوا على الاقل يقولوا تصريحات، يطلعوا يضغطوا على لجنه الحكام. احنا مش عايزين حاجه مش بتاعتنا ولكن عايزين حقنا. تمام؟ فانت حضرتك فين؟ حضرتك فين من الكلام ده؟ حضرتك طلعت واتكلمت والنادي طلع بيان بعد مباراه الزمالك والبنك الاهلي، مباراه احنا ما كناش طرف فيها ولكن قلنا عشان سمعه التحكيم وان الدوري مرتقي بالدوري تحكيميا عايزين خبير اجنبي والكلام ده. طب الحالات بتاعت امبارح حالات تخصك انت، انت فين بقى من الكلام ده؟ ما طلعتش اتكلمت ليه يا كابتن محمد؟ ما طلعتش قلت اي حاجه ليه؟ فده علامه استفهام جدا كبيره
جدًا، جدًا، جدًا على سقوط كابتن محمد رمضان، لإن أنا باشوف إن كابتن محمد رمضان لازم في الفترة الجاية يكون معاه مساعدين ليه، ولو يجيب مساعد مصري برضه ما فيش أي مشكلة، يمسك مكانه مدير الكورة، يعني منصب كده اللي هو إيه، خلّيك أنت مدير كورة وخلّيك أنت مع اللعيبة في غرف الملابس وفي الملعب والكلام ده كله، وأنا هافضل في مكتبي أتابع بقى الأمور كلها عشان تقدر إن أنت تدافع عن حق النادي الأهلي، لكن بالطريقة دي حضرتك أنت إحنا ما شفناكش غير إن أنت عمّال تاخد قرارات ضد اللعيبة المخطئة، مش هاقول لك لأ، يعني مش هاقول لك أنت بتاخد بتظلم اللعيبة لأ، ولكن حق النادي ككل أنت سايبه، المفروض تطلع بيان، المفروض تطلع تعمل مداخلة، المفروض اطلع على قناة النادي الأهلي مع كابتن أحمد شوبير، اطلع على قناة النادي الأهلي مع كابتن حسام حسني، اطلع مع إبراهيم فايق، اطلع مع حائط حوت، مع أي إعلامي في برامج رياضية كتير جدًا ممكن تطلع عليها، وكان ممكن إن أنت تعترض على الجدل التحكيمي اللي حصل والظلم اللي اتعرض ليه النادي الاهلي في هدف رامي ربيعه اللي حرمنا من الفوز. اخر موضوع معايا بقى، ولو نسيت اللايك اعمله. الزمالك يفاوض نجم الاهلي. مين هو حمزه علاء؟ حمزه علاء كابتن احمد سليمان تواصل مع احمد يحيى وكيل اللاعبين، وهو نفس الوكيل بتاع امام عاشور، نفس وكيل كهربا، نفس وكيل فتوح، نفس وكيل حمزه علاء، علشان يجس نبضه ويقول له احنا الزمالك احنا عايزينه، بس مش عايزين ضجه حوالين الموضوع. وبالفعل تواصل احمد يحيى مع حمزه علاء علشان يساله عن رايه، انت موافق ان انت تنتقل نادي الزمالك؟ الراجل رد بكل عقلانيه وبكل شفافيه وبكلمه مختصره، قال له انا اهلاوي، انا مش هينفع اخسر جمهور الاهلي، انا مع الاهلي لو جددوا لي وهقعد واطلع اعاره عشان اشارك. انا رفضت عرض ب 100 مليون جنيه من بيراميدز ومستمر في النادي الاهلي، ما ينفعش ان انا اخرج من النادي الاهلي اروح لنادي الزمالك. ممكن حمزه علاء لو خرج اعاره او النادي الاهلي ما جددلوش او النادي الاهلي مش محتاجه ممكن يروح بيراميدز، ولو اني شايف ان بيراميدز برضه يعني هتبقى فيه حساسيه شويه، ولكن مش بنفس القوه ان لو راح نادي الزمالك، خصوصا نادي الزمالك هو النادي المنافس بتاعك، نادي طبعا فيه شد وجذب ما بين الجمهورين، فيه شد وجذب ما بين الادارتين، فيه شد وجذب ما بين الفرقتين عموما، لان هو ايه، بحكم ان هما الاثنين منافسين لبعض. ولكن باشوف إن بيراميدز بعيد شوية عن المنافسة، فإن هو ياخد اللاعب ما فيش أي مشكلة، ولكن باقول لك من دلوقتي إن حمزة علاء هيجدد في النادي الأهلي وهيطلع إعارة. اخواتي وحبايبي، أتمنى من الله سبحانه وتعالى الحلقة تكون عجبتك. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدوس على زرار اللايك نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات. أشوفكم في حلقات تانية كتير. السلام عليكم.